السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا قناة ماما منى طعم زمان. بصوا يا حبايبي، عايزين نعمل شوية مخلل خيار مع بعض على فلفل كده يعني. بصوا بقى يا حبايبي، بصوا دي حبة قرنبيط. امبارح عملت قرنبيط وايه دول فرفتوا من القرنبيطة كده رحت شلتها. وتوم، توم اهوت، توم صحيح توم صحيح وتوم متقطع هنستعمله. وده ملح ابيض، وده سكر، ودي بقى ايه ميه برطمانات اللي هعمل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى ما تعيبوش على الخيار، عشان انا امبارح نزلت اجيب خيار وقرنبيط ولفت وبنجر وفلفل واجيب الحاجات دي كلها عشان اعمل طرش بلدي. لقيت الخيار ده، انا اعرف ان الخيار ب30 ب25 ب20 اخره، انما الاقيه كده كبير كده ومش عارفه انقي حتى منه. دي احنا قطعناها حتى يعني مش عارفه انقي منه. رحت قعدت انقي الصغير ده، نقيت الصغير ده بص اوريهولكوا صغير اهو. قلت ايه احطه في البرطمان وحدات، بس برضه هقطعه ماشي. هنقطع الخيار ده بقى ونعمله، وبعد كده هنشوف هينفع معانا ولا لا. انا هجربه، هقطعه طرنشات كده. والله يا حبايبي انتوا وحشتوني، انا بعمل اي حاجه كده عشان اطلع اتكلم معاكم، اخزن حاجه، اخلي الحاجه، عشان بحب اتكلم معاكم والله. اكني بمس عليكم وبصبح عليكم، اي حاجه اللي تحسبوه انتوا يعني ايه، عيلتي الكبيره. ربنا يخليكم ليا يا رب. احنا بقى ايه عملنا الزيتون بتاع رمضان ونزلته على القناه. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، وعلى امه محمد يا رب، علينا جميعا يا رب. اجعله رمضان مبارك وسعيد، وسعيد على كل بيت مسلم يا رب. انا بحب اقطع الفلفل كده، بحس ان انا ايه بعرف امسك الحته اكلها، ومعلماهم في البيت يعملوا زي كده. ده قرن بايظ هنرميه، عشان انا حاطه الحاجات دي من الصبح كده وعايزه اعمل فيديو وما كنتش فاضيه. بعمل محشي النهارده، بس كان نفسي اعمله معاكم بس والله ما قدرتش. بصوا يا حبايبي، انا عملت الخيار. لما الحاجات دي كده حطها في الطبق. ايه اللي خلاني رميتهم هنا؟ على فكرة الخيار الصغير ده بيبقى جميل في المخلل، بيبقى جميل لان بيبقى صغير وجامد. انما ده الخيار الكبير ده مش مش حلو. الخيار البلدي هو اللي بيبقى حلو، تحس ان الصغير ده هو اللي بلدي جامد كده وماسك نفسه، يستحمل الملح ويستحمل الركنه في البرطمان. دي كانت توأم في خيارة تانية ورحت خلعتها منها، فكيتها منها. انا اصلا ما عنديش حاجة، البرطمان فاضي ولا حاجة، عشان الزيتون في العلبة الكبيرة. فضيت البرطمانين دولت وقلت اعمل فيها. ما بحبش اخلي المخلل بره التلاجة، بحب احطه جوه التلاجة. بحس ان هو اول بعد ال3 ايام على طول بروح مدخلاه التلاجة. لو مش قاعد في التلاجة عشان البرطمان بيبقى عالي والشبكة واطية، بحط البتاعة ديت اللهم صل على النبي، وافضيه في علبة قصدي بفضيه في علبة. انا غاسلة طبعا الخيار ده غسلة حلوة. هنسيب خيارتين كده يمكن حد ياكل منهم. سيبنا خيارتين اهو. بصوا يا حبايبي، احنا
نجيب ايه ده الاول من الله. بس نحط الميه الاول ولا نعمل؟ لا نحط الميه عادي. نحط ده ولا ده عادي. هو المفروض احط عليه خل، بس انا ما الخل النهارده كنت بعمل فراخ وغسلت بيه الفراخ وخلص. فانا هعمل ايه بقى؟ هكمل دول معاكم كده وهعملهم مع خل العادي، وبعد كده هبقى لو في حاجه في القرنبيطه كده نشيلها. لازم تبقى نظيفه كده مفيهاش اي حاجه. بس بيبقى فيها ايه، نشيله بالسكينه كده. حاجه تبقى نظيفه. الخيار ده بيتخلل بالملح والميه والثوم وخل قليل. لو عايزين تاكلوه بدري يعني يومين بالكتير كده هتلاقوه استوى. ده الكلام ده في الصيف، انما في الشتاء يومين 3 4. تكتروا له الخيار يستوي بسرعه. تكتروا له استغفر الله العظيم يا رب، مش عارفه الواحد بيغلط ليه. تكتروا له الخل، قصدي لو عايزين تاكلوه بسرعه كتروا له الخل. شكلي كده مش هعمل برطمان تاني ولا حاجه، كفايه دول. ده ما شاء الله شاب كله كويس والله. انا بقى بحب الخيار مع الفلفل بالخل والثوم، بيبقى تحفه بصراحه. بصوا حبايبي، انا بقى هعمل ايه؟ بصوا كده عشان ايه، عايزين نعمل ايه بقى؟ نحط له ملح. نحط له ايه؟ 3 معالق ملح كبار كده. لما نحط الميه الملح هينزل تحت. نحط كمان شويه. يلا. نسيت احط الثوم تحت، يمكن ينزل مع الميه. الثوم ده بيخلي الخيار بيروح في حته تانية. في ناس بتحط له كرفس، بيبقى جميل بالكرفس وكل حاجه، بس انا عادي. انا عندي كرفس في الفريزر، في الديب فريزر عندي كرفس لشوربه الخضار بخزنه كل سنه. بس انا يعني بفضل يعني احط كرفس وورق اخضر كده فيه ويبوظ ولا حاجه. نحط حاجه تانية كمان اللي هي هتخليه يقرقش معانا ويبقى زي ما هو، يفضل زي ما هو سليم. السكر، معلقتين سكر كبار او معلقه ونص. لازم احط ميه عشان الموضوع ده يهبط لتحت. بصوا حبايبي، نحط كده بالراحه واحده واحده عشان الملح يطوب وينزل تحت والسكر يفضل قصادنا ايه خير. بسم الله. انا فتحته بس لقيته ناقصه حبه ملح، حطيت له ملح عشان نفتحه معاكم. انا قايله لكم ان انا هفتحه معاكم. بصوا حبايبي، بسم الله ما شاء الله. بص الخياره بيقرمش جميل. هنفضيه هنا في العلبه عشان احطه في التلاجة، لان مش هينفع اسيبه بره. اللهم
صلى على النبي. انا حطيت له على فكره فلفل احمر بعد ما قفلت معاكم، بعد ما عملت الفيديو لقيته نسيت احط فلفل احمر، رحت حاطه. بس اللي انا عملته بقى اللي انا حاجه كويسه انا عملتها، ما حطيتلوش خل، ان خفت الخل بيهري، وبقاله 3 ايام كده، 3 ايام. بصوا حبايبي اوريكم، اسمعكم القرقشه. جميل جميل يعني. يلا حبايبي اشوف وشكم بخير في فيديو تاني، فيديو جديد في حاجه انتوا بتحبوها. وجمعه مباركه عليكم وصباحكم فل.